هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بكرة أول يوم في السنة الجديدة، يا رب تكون سنة سعيدة عليكم كلكم وعلى أسرتكم. اللهم أمين. عايزاكم تصلوا على النبي تحت في التعليقات. وعايزين النهاردة نبدأ الفيديو إن شاء الله. هعمل لكم النهاردة أكلة. هي بصوا تقليدية جدا يعني، بس أنا بعملها أسهل ما يمكن. ما بتاخدش في إيدي بالظبط 20 دقيقة أو تلت ساعة، أو يعني ما بين التلت ونص ساعة. طب انا بعمل ايه؟ انا جبت شويه خضار زي ما انتم شايفين. جبت طماطم وبطاطس وفلفل وبصلايه. وكان عندي وراك جبتها غسلتها طبعا غسله محترمه، وحطيتها في الصينيه كده زي ما حضراتكم شايفين. ان هي ايه تتشمع من تحت وكلها، يعني تتشمع يعني تحت وفوق وكده. هتشمع تحت. دلوقتي هقلبها الناحيه التانية وهتبلها. احنا ان شاء الله النهارده هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ. بس بطريقه سهله خالص. انا بعملها كده ايه، يعني انا عملتها بكذا طريقه، بس الصراحه دي اسرع طريقه يعني. ولا في زفاره ولا في اي حاجه. يعني انا جربت كذا حاجه لان عندي الصراحه هواجس من موضوع الزفاره ده. يعني دي يعني ارقى حاجه يعني. طيب انا كده بقى بتبل الفراخ لوحدها وهي كده على النار. طبعا حاطه شويه زيت صغيرين في الصينيه. مش بحطها كده من غير زيت عشان ما تلزقش. وهحط التوابل بتاعتي. طبعا انا بحط بابريكا وكمون وفلفل اسود، وبحط ساعات شطة او ممكن لأ. وبحط سنة ملح بسيطة. برضو بخلي بالكم من الملح عشان هتحطه في الفراخ، وهتحطه برضو مع البطاطس برضو. طيب انا هنا بقى بعد ما الفراخ خدت وش كويس يعني، بس هي برضو لسه نيه. حطيت بصلايه زي ما انتم شايفين كده، ان هي تدبل معايا شويه. وطبعا احط لها شويه ملح صغيرين عشان تدبل بسرعه ما تاخدش وقت مني. فانا بخلي بالي بقى من الملح. انا بحط قد ايه في كل حاجه عشان ما تملحش معايا. بس كده البصله دبلت معايا. هنزل بقى بالمكونات اللي انا كانت عندي. في ناس بتحب تعمل عصير، تضرب الطماطم في الخلاط يعني وتحطها مع البطيس والفلفل. في ناس بتحطش فلفل اصلا. وفي ناس برضو بتحط معاها مثلا كوسه وجزر. فكل واحد بقى على حسب ما هو بيحب الصراحه. احنا بنحبها كده لان انا جربت كذا كذا طريقه. وبس كده هقلب بقى البصل مع باقي الخضروات كلها. ونفس التوابل اللي انا حطيتها على الفراخ هحطها برضو على البطاطس وعلى الخضروات. الاول هبتدي بالملح. طبعا انا قايسه الملح زي ما انا قلت لكم. وهكمل برضو باقي التوابل اللي انت حباها حطيها. انا بحب احط كركم في الاكل لان فوائده طبعا كويسه جدا. وبحب برضو احط الكمون ده برضو اساسي معايا عشان خاطر الهضم والحاجات اللي هي المشاكل الهضم وكده. طيب انا بقى هعمل ايه؟ اكيد مش هسيبها ناشفه كده. هحط لها معلقتين صلصه واقلبها كويس كده هتاخد لون محمر. اللي هو يعني ما جاش من الصلصه، اللي هو جاي من الصلصه، ما جاش من الايه، من الطماطم عشان ما ضربتهاش. بس انا بقى بعد ما احط بقى معلقتين الصلصه، هزق الصينيه بكوبايه ميه بس، يا دوبك اللي تبقى مغطيه الخضروات. ليه بقى؟ عشان الميه لو زادت معانا بتبقى وحشه يعني. فانتوا لو عندكم شوربه، عندكم مرقه، دوبوها في شويه ميه سخنه. بس انا طبعا عامله مقاطعه فحطيت ميه بس، والله العظيم طلعت قمر يعني، طلعت قمر. بس انا كده هسيبها شويه تاخد بس غلوه بسيطه، وبعد كده حطيت لها الفراخ على وشها. كده البطاطس اصلا لسه مستوتش. بعد ما حطيت الفراخ عشان خاطر تستوي معايا برضو على النار، انا هسيبها كده على البوتاجاز يجي مثلا 10 دقايق او ربع ساعة بالظبط. وبعد كده هدخلها الفرن برضو 10 دقايق عشان الفراخ تاخد لون. انا مش بدخلها الفرن غير لما تكون كلها استوت، ان هي بس تاخد لون وخلاص. وهي بتستوي يعني معاكي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير قوي. انا بعصر ليمون على الفراخ عشان الزفارة. وطبعا الاكلة الشهيرة دي بيتاكل جنبها رز بالشعرية، دي حاجة معروفة طبعا. عملت بقى شويه رز بشعريه حلوين كده وقمر. كده بقت معايا البطاطس كده استوت، شفتها وشفت الفراخ لقيتها استوت برضو. رحت دخلتها الفرن وطلعت معايا بالمنظر القمر ده. بقى منسوش تدعموا الفيديو بلايك. يعني دي ابسط طريقه يعني، يا ريت تجربوا. انا ساعات بجرب مثلا حاجات برضو بتاعت صحابي بيعملوا كده. بجرب كل حاجه، فيا ريت كل حاجه تتجرب. والبطاطس تحفه يا جماعه يعني، بتدوب كده دوب يعني، استوت تماما. وده بقى الاكل بعد ما حطيته طبعا. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم.
كل سنة وحضراتكم بخير وسلامة وصحة وسعادة. يا رب تحققوا كل أمانيكم في السنة الجديدة، تكون سنة سعيدة علينا جميعا يا رب وعلى أمة محمد. ويا رب كده كل يدي كل مشتاق، اي حد مشتاق بالذريه الصالحه، ربنا يا رب ان شاء الله تكون سنه خير عليه وسنه خير يا رب علينا وعليكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي.